أقوى صفقات حصلت في الميركاتو الشتوي حتى الآن. أول واحد وهو أنطوان سيمينيو اللاعب اللي انتقل من بورنموث إلى مانشستر سيتي بعقد لمدة 5 سنين ونص وبصفقة تقدر بحوالي 62 مليون. اللاعب اللي قدر يسجل الموسم الحالي 10 أهداف ويصنع 3 أهداف. اللاعب الثاني وهو كونور جالاجير اللاعب اللي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى نادي توتنهام في صفقة تقدر بحوالي 35 مليون. اللاعب اللي سبق ليه اللعب في الدوري الإنجليزي عن طريق تشيلسي وكريستال بالاس. اللاعب الثالث وهو تيتي كاستولانوس اللاعب اللي انتقل من نادي لاتسيو إلى نادي ويست هام في الدوري الإنجليزي. ويست هام اللي في تحدي كبير جدا من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي. فهل هيقدر كاستولانوس يقدم الإضافة للنادي الإنجليزي ولا لأ؟ هنشوف. اللاعب الرابع وهو ماتيو جندوزي اللاعب اللي بينتقل من نادي لاتسيو الإيطالي إلى نادي فنربخشة التركي بصفقة تقدر بحوالي 25 مليون. اللاعب اللي سبق ليه اللعب في الدوري الإنجليزي عن طريق أرسنال وسبق ليه اللعب في الدوري الفرنسي عن طريق مارسيليا.